ابنك ترى ما بطل ولينا، طولك حلو ما شايفينا يا يما نترجى يا يما شالت للنجايا من الحنين يما بعدنا صغار واحنا تيتمينا يا يما تفارقينا ابد ما ندري راح تفارقينا يا يما يمر بينا بعد من رحت ما حد يمر بينا يا شلون انطاج شلون انطاج قلبك تخلينا تراها قلوبنا كلش حزينه يا خل اوديلك هذا الكلام يما اشوف ابنك يبكي. الزهرة تقولها يما زينب اوديلك رحت يا من دين الله وياك يما بس صعب علينا شلون ننساك يما ما بينا حيل احنا على فرقاياك يما فراقك صعب يا الحلم القاياك يما بالباب نقعد ونترياك يما 7 أيام واحنا بغير ملقاياك يا ويومي سنين بشهر من تنعد ويوم بساعة وراح المسامر ويا امي راح ولدك بخير ولا تخافين يا يمه. يقعدون الحسن والحسين وزينب تعزية هاي للأولاد فاقدين أمهم طلبوا من عندي إطالة النعي وأنا خادم يقلها يما الله وياك الله وياك الله وياك رحت يا يما والله وياك الله وياك رحت يا الزهرة والله وياك لا توصي. الله يحفظ الشاعر غسان الخفاجي من الناصرية الله يحفظه اي والله يقولها لا توصي يا الزهر اخويا لا توصي. ليش؟ قلها انا مكانك من تروح يم الحسن بس لا توني ونين الزهرة يشلع قلب الإمام علي يا الزهرة بس لا توني بعيني لخل الحسن وحسين يا وبعد وذن بناتي لا أم البنين وأسألك الدعاء. إذا عندك حاجة يسمونها أم الحوائج أم البنين. من الضايق شو نسوي؟ نقرأ الفاتحة لأم البنين. اي والله مو لولا صحيح. أرجوك إذا عندك حاجة وأنا أسولف وراح أقرأ البيت لأن هذا مخصص للدعاء دائما أقرأ. خلي قلبك يم شباك شيء الحسن والحسين والعباس ولو كان الحسن ما عنده شباك بس انت اصنع له شباك بقلبك. ام البنين قالت لها سامع سيد جاسم زينب تقول لها شقل لك عن ابو فاضل وخبرك وقر عينك بفعله وبشرك. للاسف صوتي ما اقدر اطلع به شويه لان من الفاتحه تعبان
أقرب الأوتار الخفيفة. توجهت أم البنين الكربلة، عندك حاجة؟ إيش قالت أم البنين؟ قالت خوان خوان يما علي عيش الدهر بس ويا يما خوان على راس وزيد الأشمار يما خوان الفقد خوان يسمعني خوان الشهداء لكم بويا هذا البيت يما خوان انا اللي ربيت لك يا حسين يا يما خوان يحضرونك بوقت المعزم بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا. يا الله الهنا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله. الأخوة الجالسين تقبل عملهم، شاف مرضانا مرضاهم، سيما المنظورين منهم يا الله. إلهي إلى روح من اجتمعنا لأجلها وأكملنا مجلس